السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بألف خير. ويلا نبدأ السنة الجديدة مع أجهزة جديدة وحاجات تسهل علينا المطبخ وتوفر معنا في الوقت وفي المجهود. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي رزقني من غير حول مني ولا قوة. أنا بصراحة يا جماعة كان عندي كبة صغيرة بطحن فيها الخضار لما بكون بعمل مثلا تتبيلة بصلة، عايزة تتخرط رفيع قوي بتاع. فالمهم يعني المطحنة الصغيرة ديت باظت، وقلت أجيب غيرها. وبعدين لقيت ديت بصراحة أبهرتني جدا بكمية الإمكانيات اللي فيها، وقررت بصراحة إن أنا أجيبها. هي دي عبارة عن فود بروسيسور ماركة كينوود، وفيها زي ما انتم شايفين مضرب وكبة وعصارة، وبتبشر حاجات وبتقطع الخيار ترانشات زي ما احنا شايفين. فيها الشنطة بتاعتها اهيت، وبصراحة كبيرة، وفيها كمان ميزان ديجيتال بنوزن عليه المقادير والأكل. فبصراحة أبهرتني جدا بإمكانياتها، وقررت ان انا اشتريها. زي ما انتم شايفين هي المواس بتاعتها فيها شنطة متعبية فيها ديت اللي بنقطع بيها البطاطس المحمرة، دوت المضرب اهو زي ما احنا شايفين. ديت بتزقي فيها البطاطساية عشان تقطعها معاكي، ودي المعصرة. وادي ديت بتبقى جزء زيادة وانتي بتقطعي شرايح للخيار أو جزر. وادي هي المواس بتاعتها ديت اللي بتبشر عريض، وديت بتبشر رفيع اهيت. وفي اللي بتقطع ترانشات. والحقيقة أنا حبيت إن أنا أشارككم التجربة ديت، وأقول لكم رأيي. زي ما انتوا عارفين أنا بحب لما أشتري حاجة جديدة أستعملها وأقول لكم رأيي فيها. والحقيقة أنا مش واخدة أي فلوس من الدعاية عن الجهاز دوت. أنا دي حاجات بجربها، واللي بلاقيه كويس وبيشتغل معايا بحب أفيد بيه الناس اللي بتتابع الفيديوهات، علشان يعرفوا. لو في برضو حد ليه خبرة في حاجة أنا مثلا ما مش عارفاها، تكتبوا لي في التعليقات. ده هنا في كمان معاها الشفشق بتاع الخلاط، ده إزاز، وإزاز جميل جدا من النوع اللي بيتحمل الحرارة. فالحقيقة هي يعني good quality، very very good quality. زي ما احنا شايفين ادي الميزان، وادي اهية الامكانيات اللي بتعملها الفود بروسيسور. هنبدأ مع بعض دلوقتي نفتحها ونشغلها ونشوف كده، نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف هنستعملها ازاي. بيبقى موجود معاها اهو برضو زي ما انتم شايفين دوت زي ميني كتالوج كده، يوريك الاستعمالات ويوريك ازاي تستعمليها. دوت للأمان برضو السكينة بتاعتها مغلفة ببلاستيك عشان ما نتعورش. وبنبدأ معاكم دلوقتي نشيل الستيكر من على الميزان الديجيتال زي ما احنا شايفين. وهنبتدي بقى. قلت اجرب فيها. اول حاجة هعملها هي عجينة الفلافل. انا هنا كنت بلة فول مدشوش مع شوية حمص. انا بحب اعمل ميكس ما بين الاتنين. وهنا الخضرة مع البصل والفلفل الاخضر وفصين كبار توم. وهبتدي بقى اجرب معاكم المكنة الجديدة. وادي الطريقة اللي بتبتدي بيها، انك بتحطي العمود دوت قبل المطحنة نفسها، وبتبدأي تركبي المطحنة. هنا طبعا انا شطفتها قبل ما استعملها، بحب الحاجات ديت الجديدة دايما اغسلها قبل ما استعملها. فعايزاكم تاخدوا بالكم من حتة مهمة جدا لانها غلبتني على ما اشتغلت، وهي انك لما تلفي الشفشق بتاع العجان هنا في حاجة صغيرة كده عايزة اوريها لكم اهيت. لازم تتك معاكي. شايفين اللسان الصغير ده؟ لازم تتك معاكي وانتي بتركبيها علشان تشتغل معاكي كويس. شايفين اهيت؟ فلو ما عملتيش كده مش هتشتغل معاكي وهتغلبك، لان انا قعدت فترة طويلة عبال ما وصلت ان هي تشتغل معايا بالطريقة ديت. وادي هوت الميزان اشتغل، وبدأت احط فيها السكينة بتاعة الكبة، وهبتدي انزل بالكمية كلها. هي بصراحة
الشفشق بتاع الكبة أو اللي هو المطحنة دي كبيرة وواسعة، بتاخد بصراحة كتير يعني. أنا رحت حطيت الكمية كلها زي ما انتوا شايفين، حوالي تقريبا ربع كيلو فول مدشوش على حمص كنت بلاهم قبلها بليلة، وهنزل بالخضرة متقطعة مع البصل متقطع كبير وفصين الثوم وبصل أخضر، وبزود عليهم كمان ربع كوباية مية علشان خاطر تسهل معايا الدوران بتاعها وهي بتلف اهو زي ما انتوا شايفين. حطيت يعني حوالي ربع لنص كوباية مية على حسب الكمية اللي انتي هتعمليها. وادي الغطا اهوت ليه برضو فتحة من فوق عشان لو حبيتي تضيفي اي اضافات، وبرضو خدي بالك وانتي بتقفلي الغطا لازم التكة ديت برضو علشان تضمني ان هي تشتغل معاكي كويس. بعدين بقى اهو زي ما انتوا شايفين وزنت الحاجة هي حوالي كيلو 300 جرام كل المكونات مع بعض. بقفل بقى الغطا دوت اهوت في معاه برضو معيار، زي ما انتوا شايفين لو حابين تزودوا حاجة في معيار دوت برضو في أرقام بالملي. لو حابين تزودوا سوائل فده منه بيقفل الغطا ومنه بيديكي معيار للسوائل لو حبيتي تزودي سوائل، وهنا لو حبيتي تزودي حاجات أكبر وسمكها أتخن يعني. هنبتدي مع بعض نشغل وهنطحنهم كده كويس لحد ما تبقى عجينة ناعمة خالص زي ما انتوا شايفين. وبعد كده بقى انا بحب اضيف الاضافات بتاعتها بقى ملح وكزبرة ناشفة ولو انت عايزة تحطي اي بهارات عليها بضيفها بعد ما بخلصها على الكمية بس اللي انا هسويها. وزي ما انتوا شايفين اهو بتقدري تشوفي من جوه الخليط وهو بيطحن مع بعضه. لو انت شايفاها ناشفة ومحتاجة شوية مية كمان تقدري تزودي لها شوية مية من الفتحة بتاعة المعيار بتاع السوائل. فأنا بفتحها وبحاول أنزل الفول والحمص اللي في الجناب. في كمان معاها سباتولا جاية ضمن الأدوات بتاعة الكبة أو اللي هي الفود بروسيسور، هي ديت جاية معاها برضو من ضمن الحاجات اللي كانت في البوكس بتاعها. هي بصراحة يعني جميلة جدا وشاملة وهتريحك قوي. تعملي سلطة، تعملي زي كده خلطات فلافل، كفتة، كفتة فراخ، يعني بجد بجد انا انبهرت بيها جدا. ما كنتش متخيلة ان هي كبيرة كده وتشيل كتير. هنا انا زودت كمان نص كوباية مية تاني لان لقيتها ناشفة وماسكة في الجناب. وبعدين هنكمل فرم لحد ما تبقى زي ما احنا عاوزين كده ناعمة وما تبقاش خضرة قوي برضو علشان وانتي بتحمريها ما يبقاش قلبها اخضر وعندك في البيت يحسوا ان هي نية من جوه. فبتفضلي بقى تطحني فيها كده لحد ما توصلي في القوام المزيج اللي انتي عاوزاه يعني. ولو انتي بقى هتشيلي نصها مثلا في الفريزر، لما تيجي تطلعيها بقى ممكن تحطي عليها شوية كربونات وممكن تضيفي برضو بيضة نية وتخلطيها عشان تبقى هشة كده. بس انا بصراحة في الاول خالص اول ما بعملها كده ما بضيفش عليها حاجة غير الملح وكمون وشوية كزبرة ناشفة علشان يدوها طعم، وشوية سمسم وانا بصبعها او بعملها قرص يعني واحطها في الطاسة بقى. انا طبعا علشان احنا في بيوتنا ما عندناش القلاية الكبيرة زي بتاعة الراجل، انا بصراحة بقلي في حلة مش في طاسة. بجيب حلة تكون عندي كده متوسطة وبحط فيها كمية زيت كتير وبقلي فيها الفلافل. اتمنى يكون الجهاز والطريقة دي عجبتكم، ولو في حد تاني عنده اي اضافات يحب يضيف حاجة بيعملها بطريقة مختلفة ياريت تسيبولي في التعليقات. واشكركم للمتابعة، وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب ان شاء الله سنة سعيدة علينا جميعا تتحقق فيها كل احلامنا واللي عنده مريض يشفى. وان شاء الله يا رب يا رب تحققوا فيها كل اللي انتوا بتحلموا بيه واكتر. شكرا ليكم، كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف ألف شكر لكل متابع.